في يوم من الايام والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد مع الصحابه كالعاده بيعلمهم امور الدين. بعد ما بيخلص الجلسه بتاعته في شاب صغير من الحاضرين بيجري جري على عمه وبيحكي له اللي سمعه في جلسه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول له قد ايه هو كان متاثر وهو بيسمع احداث يوم القيامه لدرجه ان هو حس بيها كانه شايفها بعينيه. وهنا عمه يقول له والله ان كان محمد صادقا فنحن اشر من الحمير، وده معناه ببساطه ان احنا ولا مامنين بالله ولا مامنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. واول ما الولد بيسمع كلام عمه بيبدأ يتهز من جواه ويتخض، ازاي عمي يقول الكلام ده؟ ومع العلم ان عمه ده راجل كبير في السن ومن الاتقياء جدا ومن المصلين اللي ما بيفوتوش جلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه. ويقول لعمه انت كده حطيتني في اختيارين اصعب من بعض، الاختيار الاولاني اني انا اخون النبي صلى الله عليه وسلم وما اقولوش على اللي انت قلته، والاختيار الثاني ان انا احكي له اللي حصل ويحصل اللي يحصل. فعمه يرد عليه ويقول له انت كده كده عيل صغير ومحدش هيصدقك، اعمل اللي انت عايزه. والولد ياخد القرار الصح ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له على كل اللي حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابه ويحكي لهم على كلام الولد، فيقولوا له ده عيل صغير ما يتاخدش على كلامه، وبعدين هنصدقه وهو بيقول الكلام ده على عمه الراجل الكبير العاقل اللي ما بيفوتش فرض. ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم والولد يبص له ويبص للصحابه هم ازاي مش مصدقين، ويحزن حزن شديد جدا ويدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب ان كنت صادقا فصدقني وإن كنت كاذبا فكذبني. ومن صدق الولد وصدق دعوته ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات ينزل آيات فيها تصديق لكلام الولد. وبعد نزول سيدنا جبريل بالآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي عم الولد علشان يواجهه بكلامه، ويجي العم الشيخ الكبير الطاعن في السن ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه وينكر كل الكلام اللي بيتقال ويقول له والله ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات أنزلت عليه بتقول إن هو كذاب. وهنا يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم الولد ويقول له مرحبا بالذي صدقه ربه من فوق 7 سماوات. خلصت الفزوره، انا عارف هو مين، المهم انت تعرف هو مين.